الشيخ شاف ربنا في الحلم. والله انا جايب لكم فيديو بيتكلم فيه الشيخ محمود الشحات انور، وده مقرئ في مصر مشهور جدا، من الشباب المقرئين يعني. بيقول ان هو حلم ان هو شاف ربنا قبل كده. انا مش جايب الفيديو ده مثلا نقد او كده، اكتر ما هو بوضح بس حاجة في الاخر خالص هتبين يعني مقصدي ايه من الفيديو. انا نفسي قبل كده قلت لكم ان انا حلمت من حوالي مثلا 12 13 سنه ان انا ماشي في الشارع والناس بتتحرك وتروح وبتيجي وبتجري وتقولوا، يعني بيقولوا ان ربنا هيقرأ القرآن بصوته. وبالفعل السما اتقفلت، ازاز مكعب ازاز كده، وسمعت صوت آه، دافي جدا مطمئن جدا بيقرأ حاجه زي القرآن، لان هو اول مره كنت اسمع الايات اللي بتتقال. فالفيديو مش مفيش منه يعني غرض مثلا كوميدي او حاجه حلوه، كوميدي دي كوميدي او كده. غير في الاخر، بس يعني عاوز اوضح في الاخر نقطه مهمه جدا جدا جدا. تعالوا نشوف ونرجع لبعض. انت قلت انك رأيت الله. اه. طب احكي لنا. هي مرة واحدة. جامد الرد، هي مره واحده. يعني بص يعني انا حاسس ان ده العادي ان الناس تشوف ربنا في الحلم كتير، فهو بيتواضع ويقول لا هي مره واحده. ماشي هنكمل. كنت كنت في الفترة دي يعني عامل لنفسي، كنت عملت شهر، قعدت شهر كامل، قلت الشهر ده بتاع ربنا، مانيش طالع ولا داخل، من حوالي 5 6 سنين كده. اه، بس مش اعتكاف بالمعنى الاعتكاف، يعني ان انا عبارة عن قراءة قرآن وصلاة بس ما ربيتش دقني. لا. عسل يا شيخ والله. بقول لك بس ما ربيتش دقني انا عمه بس. لكن تربيه الدقن ديت مش قصه يعني، ومش هي ديت اللي هتخليني مسلم ولا كده. الراجل اصلا بتاع قران وبيقرا القران بس، فما ما بيفتيش يعني. آه، تعال نكمل كده. عادي، عايش عادي ولابس براحتي وكده، بس لا بخرج ولا بروح شغل ولا كده. فخلال الشهر ده كنت بخلص المصحف مثلا في يومين، كل يومين اخلص مره، اختم المصحف كامل مره، كل يومين مره، كل يومين مره. فوصلت يعني انت بتوصل بقى الروحانيه بقى بتوصل الروحانيه، انت ما انتش عايز حاجه بقى، يعني ايه، بتوصل لمرحله صعبه يعني. طبعا انا معاك في كده طبعا. قراءه القران، الالتزام بيه، التركيز معاه، آه، هو ده الصيام. مم. بس ده مش موضوعنا. ده بيوديك فعلا لحالة حلوة جدا. تعالوا نكمل برضو. ففي الفتره دي كنت داخل انام، فقلت ايه، ما اقرا شويه قبل ما انام على السرير كده. مسكت المصحف، قريت بالظبط سوره يونس وسوره هود وسوره يوسف، انا فاكرهم. قريت الثلاث سور دول على السرير، طفيت النور، نمت. صحيت، حلمت الرؤيا بقى على ايه، جالي زي رسول، مش نبي، لا رسول من عند الله، يعني حد مرسل يعني. جاي لي بيصحيني وبيقول لي تعالى معايا نطلع فوق. طبعا انا مش شايف مين الرسول ده، مانيش شايفه، هو صوته بس. تعالى نطلع فوق، فقلت له حاضر. طلعنا فوق، فطلعني لحد السماء السبعه، ولدرجه ان احنا كنا شايفين، انا كنت شايف تحتي، يعني تحتي كده، ابص الاقي النجوم والنجوم دي تحتي، لان احنا في السماء السبعه. فلما طلعنا السماء السبعه قلت له احنا رايحين فين؟ قال لي انت شفت الاول الحاجات دي بالنص كده، شفت الاول انت النجوم والحاجات دي؟ قلت له اه شفتها. طبعا مش شايف الرسول، هو صوت بس. لحد دلوقتي هو مش شافش الرسول، هو سامع صوت حد بيصحيه بيقول له تعالى معايا نطلع فوق. انت مكانك مش هنا، انت مكانك فوق. تعالى نطلع فوق. طلع فوق وقال له شايف اللي تحتك ده؟ اه انا شايف دي النجوم هو في السماء السبعة بقى. طيب يلا نكمل. طيب احنا دلوقتي قال لي بالنص كده، حان الان لنصعد الى الله، بالنص كده. حان الآن لنصعد إلى الله. وبالنص كده يعني انت ما انتش ناسي الكلمتين بس.
هي جملة غريبة مش متركبة مظبوط، بس تمام ماشي. ماشي. نشوف بقى الايه يعني، اهم حاجة في الفيديو، الماستر سين. خدني من ايدي ولسه طالع، انا طبعا صحيت على طول من م? يعني حان الآن الصعود لربنا، ففجأة انت بقى انت صحيت بقى يعني. امال انت ازاي شفت ربنا مرة واحدة يا شيخ محمود؟ انا مش فاهم. فين بقى يعني انت فين الرؤية؟ يعني الموضوع مشوق جدا جدا جدا، وفي الاخر يعني العنوان ملوش علاقة بالحدث. فين رؤيتك لربنا يا شيخ محمود؟ يبقى دي مش انت. المفروض نغير بداية الفيديو ونغير عنوان الفيديو ونغير احنا ما بنعملش الفيديو اصلا. ماشي يا شيخ محمود، ربنا يبارك فيك.